أي حد بيشتغل في الحلويات في مصر أكيد بيوصل لنقطة حيرة. يا ترى أستخدم الشوكولاتة المستوردة الغالية ولا أشتغل بالبدائل المحلية اللي سعرها معقول؟ طب إيه الفرق أصلاً بينهم يستاهل فرق السعر ده كله؟ النهاردة هنحاول نفك الاشتباك ده وندخل جوه عالم الشوكولاتة الاحترافية في مصر عشان نفهم كل حاجة. الهدف من الشرح ده بسيط جدا، نوضح الصورة كاملة، نحلل كل الخيارات المتاحة عشان القرار اللي ناخده بعد كده يكون قرار مبني على معرفة وفهم، سواء الشغل ده التورتات أو قوالب شوكولاتة أو حتى مجرد تزيين. صدقوني بعد الشرح ده الرؤية هتكون أوضح بكتير. خطتنا بسيطة، هنبدأ الأول نفهم يعني إيه أصلاً شوكولاتة احترافية. بعدها هنبص على المعيار العالمي اللي هو كاليبوت، وبعدين هنروح للسوق المحلي ونشوف إيه البدائل المتاحة، وهنعمل مقارنة مباشرة بينهم. وفي الآخر خالص هنلخص كل ده في دليل بسيط يساعد في الاختيار الصح. طيب يلا بينا نبدأ من الأول خالص. قبل ما نقارن بين أسماء وبراندات لازم الأول نفهم إيه هو الأساس اللي بيفرق بين أي شوكولاتة بنشتريها من السوبر ماركت والشوكولاتة اللي بيستخدمها المحترفين. الحقيقة إن السر كله في مكون واحد بس، زبدة الكاكاو. هي دي قلب الشوكولاتة الحقيقية وروحها، هي اللي بتديها القوام الكريمي اللي بيدوب في البق، وهي المسؤولة عن اللمعة اللي بتخطف العين بعد عملية التمبرينج. والقاعدة بسيطة، كل ما نسبة زبدة الكاكاو زادت كل ما جودة الشوكولاتة عليت. وده ياخدنا للمصطلح اللي بعده، كوفرتور. دي مش مجرد كلمة صعبة، دي بتوصف نوع معين من الشوكولاتة. دي الشوكولاتة المعمولة للشغل الاحترافي. نسبة زبدة الكاكاو العالية فيها بتخليها تسيح بسلاسة وتتجمد تاني بلمعة وقوام مثالي جدا، وعشان كده هي الاختيار الأول لأي شوكولاتير أو مخبز كبير. تمام، دلوقتي إحنا فهمنا الأساسيات، تعالوا بقى نشوف مثال على أرض الواقع لأعلى مستوى متاح في السوق المصري. هنتكلم عن البراند البلجيكي المستورد اللي بيعتبره أغلب المحترفين في العالم هو المعيار الذهبي، كاليبوت. كاليبوت مش مجرد اسم مشهور وخلاص، دي سمعة وسنين طويلة من الجودة اللي ما فيهاش غلطة. الشيفات بيحبوها ويثقوا فيها لأنها بتديهم نفس النتيجة المبهرة كل مرة بيستخدموها، وده بيخليها الاختيار الآمن لأي شغل محتاج دقة واحترافية عالية. طيب نيجي بقى للسؤال المهم، الجودة العالية دي تمنها إيه؟ بصوا كده على الرقم ده. الرقم ده ممكن يخض شوية في الأول، ده تقريباً سعر باكت واحد من شوكولاتة كاليبوت الدارك. وطبيعي جداً نسأل، ليه غالية قوي كده؟ الإجابة في كذا نقطة. أول حاجة، دي شوكولاتة كوفرتور حقيقية، يعني نسبة عالية جدا من زبدة الكاكاو النقية. تاني حاجة، هي منتج مستورد، وده معناه إن في تكاليف شحن وجمارك بتضاف على السعر. والأهم من كل ده إن اللي بيشتريها بيعتبر السعر ده استثمار في نتيجة مضمونة، والجودة مش هيلاقيها في أي حتة تانية. والمميز في كاليبوت كمان هو التنوع الكبير اللي بتقدمه، مش بس دارك وميلك ووايت، لا دي كمان بتقدم أنواع مبتكرة زي شوكولاتة الروبي اللي لونها وردي طبيعي وطعمها فيه لمسة فاكهة، وده بيفتح الباب لإبداعات وأفكار جديدة تماما في عالم الحلويات. طيب كفاية كلام عن المستورد الغالي، وتعالوا نرجع لأرض الواقع ونتكلم عن السوق المحلي. السوق المصري فيه بدايل عملية جدا واقتصادية بتقدم حلول مختلفة خالص وبتخدم أغراض تانية. يلا بينا نشوف إيه اللي متاح عندنا. غالباً هنلاقي في السوق أسماء معروفة زي الأحمدي، ودي شركة كبيرة بتصنع الخامات نفسها ومنتجاتها بتتباع كتير تحت اسم سما. وفي كمان طبعاً كورونا اللي بتقدم خيارات اقتصادية جداً وموجودة تقريباً في كل محلات مستلزمات الحلواني والسوبر ماركت. الشوكولاتة دي معمولة لأهداف معينة جدا، يعني هي ممتازة للتزيين أو لو محتاجين نسيح كميات كبيرة بتكلفة قليلة، أو نستخدمها كحشوات جوه الكيك. وبتعتبر الاختيار المثالي للتدريب أو للمشاريع اللي الميزانية فيها هي العامل الأهم. ودلوقتي شوفوا الصدمة التانية في الأسعار. بصوا على الرقم ده وقارنوه بالرقم الأولاني، ده سعر تقريبي لبار صغير من شوكولاتة كورونا. الفرق الشاسع ده بين السعرين بيوضح قد إيه الفجوة كبيرة بين الفئتين. السؤال بقى، إيه اللي بيسبب الفرق ده في المكونات نفسها؟ وهنا بتيجي النقطة الجوهرية، كتير من الأنواع التجارية المحلية بتستبدل جزء كبير من زبدة الكاكاو الغالية بزيوت نباتية أرخص. ده طبعاً بيخلي سعرها في الأرض، لكن في المقابل بيغير تماماً من قوامها وطريقة ذوبانها، وبيخليها شبه مستحيلة في عمليات التمبرينج الدقيقة اللي محتاجة لمعة وقطمة. طيب عشان الصورة تبقى كاملة، تعالوا نحط النوعين دول جنب بعض في مقارنة مباشرة وش لوش. الخطوة دي هي اللي فعلاً هتساعد أي حد يحدد هو محتاج إيه بالظبط لمشروعه. الجدول ده بيلخص القصة كلها. لو بصينا على أهم خانة اللي هي الدهون الأساسية هنلاقي الفرق الجوهري،
هنا زبدة كاكاو عالية وهنا زيوت نباتية، والفرق ده بيسمع في كل حاجة تانية. يعني في خانة الأداء هنلاقي المستورد ممتاز في الشغل الدقيق اللي محتاج لمعة وقطمة، والمحلي كويس للتزيين والخبز العادي. وفي الآخر ده بيحدد كل نوع الأفضل لإيه، المستورد للشغل الفاخر والمحلي للكميات الكبيرة والميزانية المحدودة. ودي هي القاعدة الذهبية اللي لازم دايما تكون في بالنا. الجودة الحقيقية للشوكولاتة بتتقاس بنسبة زبدة الكاكاو اللي فيها. النسبة دي هي اللي بتحدد كل حاجة بعد كده، من الطعم والملمس لحد الأداء في الشغل الاحترافي. وبكده نكون وصلنا لأهم جزء. طيب أعمل إيه بكل المعلومات دي؟ إزاي آخد قرار شراء ذكي ومناسب ليا؟ الموضوع كله ممكن نلخصه في 3 خطوات بسيطة وواضحة. الموضوع بسيط جدا. قبل الشراء نسأل نفسنا 3 أسئلة. أولاً، أنا هستخدم الشوكولاتة دي في إيه بالظبط؟ هل محتاج نتيجة احترافية بلمعة مثالية ولا مجرد تزيين أو حشو؟ ثانياً، الميزانية المتاحة إيه؟ هل المشروع يسمح بتكلفة المنتج الفاخر؟ وبناءً على الإجابتين دول بتيجي الخطوة الثالثة والأخيرة، نختار الفئة المناسبة. كاليبوت للجودة المطلقة والبدائل المحلية للكفاءة الاقتصادية. ودي هي الخلاصة النهائية. مفيش حاجة اسمها اختيار أحسن على طول الخط، لكن في حاجة اسمها اختيار أنسب للاستخدام والميزانية. وفهم الفرق بين الفئتين دول هو مفتاح النجاح لأي وصفة بتعتمد على الشوكولاتة. وفي النهاية السؤال ده موجه لكل مبدع بيسمعنا. بعد ما عرفنا الفروقات دي كلها، يا ترى إيه هو الاختيار اللي هيخدم فكرتك ومشروعك الجاي بأفضل شكل ممكن؟ دلوقتي القرار بقى أوضح وأسهل بكتير.